كانت هي المرشحة الوحيدة في اختبار القوات الخاصة البحرية الفرنسية. مهارات عالية في التصويب خلت المدرب مش عارف يديها تقييم إزاي. في اختبار الغطس الثاني اللي المفروض كل متدرب يحبس نفسه تحت المية أطول وقت ممكن، 2 من الرجالة خلعوا العدة وطلعوا فوق بدري، لكن بعد 3 دقايق هي كانت لسه تحت المية ثابتة ومتحركاش خالص. المدرب افتكر إنها فقدت الوعي، فأمر الباقيين ينزلوا يطلعوها. وقتها بس فهمت إن ده كان اختبار للهروب تحت المية، سباق مع الزمن. إرادتها القوية خلت المدرب ينبهر بيها جدا. حتى بعد ما الباقيين اتوزعوا على مهمات حقيقية هي فضلت تكمل تدريبها لوحدها. وساعتها المدرب بدأ يغير نظرته ليها، وبالفعل في المهمة اللي بعدها اتبعت للخطوط الأمامية. كانت متنكرة في زي عامل ديليفري، ودخلت وكر عصابة خطيرة. أفراد العصابة رفعوا غطا البيتزا واطمنوا لما شافوها فعلا بيتزا. في اللحظة دي استغلت الفرصة وبدأت الهجوم. استخدمت كل تدريبها وقدرت توقع 2 منهم مؤقتا. التعزيزات وصلت بسرعة وتم القبض على أفراد العصابة من غير ما حد يتصاب. كده خلصت أول مهمة ميدانية ليها بنجاح وكسبت احترام فريقها. المعلومات اللي جمعوها من العملية دي خلتهم يحددوا مصنع بيستخبى فيه شركاء العصابة. فريق السيل كله اتحرك وفرضوا حصار محكم حوالين المصنع. القائد قطع السلاسل والفريق اقتحم المكان بنظام، وبدأ اشتباك عنيف مع العصابة ضربت نار مفاجئ وسلاح واحد من الفريق علق. في اللحظة دي هي أنقذته في آخر ثانية. مهارات في التصويب كانت حاسمة جدا في الموقف ده. انتهت العملية بنجاح ساحق، ولما رجعوا المقر اتعمل احتفال لتكريم الفريق. ولما نادوا على اسمها كانت مش مصدقة. وسط التصفيق جامد طلعت المنصة وحققت حلم عمرها إنها تبقى جزء من قوات السيل الفرنسية.